السلام عليكم. اليوم جيت نشارك معكم هذه الحلوى وغير بثلاثة المكونات فقط. كتجي رائعة في المنظر، يمكن لكم تستعملوها للعيد ولا للمناسبات. كنحتاجو اللوز مقلي ومهرمش، وعندي الكوك محمص، وعندي الشكلاط من نوعية عادية كنعملو فوق حمام مريم حتى كيذوب مزيان بهذا الشكل هذا، وكنضيف عليه اللوز. دائما كنفضل ان يكون كميه اللوز اكثر من الكوك، ونضيف كذلك الكوك كيف ما كتشوفوا في الفيديو راه واضح. غادي نخلط مزيان 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 بهذا الشكل هذا حتى كنحصلوا على واحد القوام ما كيكونش خفيف، يعني كيكون المكونات زايدين على الشكلاط. كتحس بان المكونات داخلين في الشكلاط مزيان، ماشي غير الشكلاط، باش كيجي المذاق بنين. وكنعملوه في ليمون اللي بغينا. انا نستعمل هذا المول هذا باش غادي نزوق بداك الشكل اللي شفتوه في الاول ديال الفيديو. بما ان كنخبطوه بحال هكا شويه، بما ان كاين البرد راه ما نعملوش في الثلاجه، غير فوق اللورنيه غنخليه واحد شويه عادي يبرد، وغنحيدوه من المول ديالو. حتى نحيدو الكميه كامله، وشطلي الخليط راه غنزيدو في المول. وغادي نزين بهذا الشكل نقيطه ديال الشكلاط وداك الحبيبات ديال الشكلاط بيمو من الداخل بهذا الشكل هذا. كيتباعوا عند موالين الحلويات. غنبقى نزوق حتى نسالي الكميه ديالي كامله. وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يعجبكم، اذا عجبكم ما تبخلوش عليا باشتراك ولايك وتعليق، وشكرا لكم.